5 حاجات بيبعتها ربنا سبحانه وتعالى للبني آدم أو علامات بيبعتها له علشان يعرّفه إن هو من الصالحين أو هو بني آدم كويس. تعالوا نعرف إيه هي. ما فيش شك إن إحنا كلنا بنغلط، وإن إحنا كلنا بنعمل ذنب، بس مين فينا بيتوب بسرعة ويحس إن الذنب ده أو الحاجة اللي عملها دي غلط وبارجع لربنا سبحانه وتعالى، ومين اللي بيفضل ماشي في طريقه. هنا بتفرق. أول علامة إن أنا أحس بالندم لو عملت سيئة، لو عملت حاجة غلط، لو عملت حاجة تغضب ربنا وأنا عارف إن هي حاجة غلط، وأبص ألاقي نفسي ندمت عليها بسرعة، ألاقي نفسي لأ أنا ندمان، أنا ما كنتش المفروض أعمل كده، سامحني يا رب، وأرجع لربنا بسرعة، وأفضل ندمانة وأفضل أأنب في نفسي إن أنا عملت الحاجة اللي تغضب ربنا أو تزعل ربنا مني دي. تاني حاجة الانجذاب للأعمال الصالحة، يعني دايما ألاقي نفسي عايزة أعمل خير، عايزة أعمل حاجة فيها يعني صلاح كده في الدنيا، عايزة أقرأ في المصحف، عايزة أقوم أتوضى وأصلي النوافل، عايزة أقرأ في مصحف كتير، عايزة أمسك المسبحة وأقعد أسبح، عايزة أستغفر، عايزة أصلي على النبي. إحساس كده بيطاردني على طول ودايما معايا. دي تاني علامة. تالت حاجة التذكير بالله، يعني ألاقي نفسي كده سمعت حاجة فيها ذكر لله، أنا ما أكون ناسية، ما يكونش في دماغي إن أنا هاذكر ولا أقول حاجة ولا الكلام ده، والدنيا واخداني والشغل واخدني، والاقي نفسي مثلا قعدت مع ناس بيذكروا ربنا او مذاكر ربنا، او سمعت فيديو مثلا في ذكر الله او مذاكر الله سبحانه وتعالى. الفيديوهات دي ما بتظهرش كده فجأة، ده بيبقى ربنا آذن ان حد يشوفها عشان هو من الصالحين او هو قريب من ربنا سبحانه وتعالى وهو ما يعرفش، او هو جواه بني ادم كويس، فيلاقي نفسه قاعد مع قوم كده بيذكروا ربنا، سمع فيديو في ذكر الله، سمع حاجة فجأة، اي حاجه يلاقي نفسه بيذكر ربنا كده، سبحان الله، يلاقي نفسه بيذكر ربنا وهو كانش في دماغه خالص الكلام ده، وتلاقي ربنا سخر له حد قدامه بيتكلم في ذكر الله. دي برضو من العلامات ان انت برضو من الصالحين. رابع حاجه التلاشي، الاقي نفسي بتلاشى الحاجات اللي انا كانت بتضرني، يعني مثلا كانت في حاجات بتضايقني وحاططها في نفسي، في حاجات بعملها لا بقيت اتلاشاها خلاص، زي ما يكون ربنا كده بيشيل من جوايا الحاجات دي علشان يخليني صافية، يخليك صافي كده من جواك ويخلي فيه نقاء، تحس ان انت في نقاء جواك وفي صفاء، وتحس ان انت كنت بتعمل افعال لا انا مش عايز دلوقتي اعملها، انا بقيت اتلاشى الاعمال دي، انا لوحدي كده لقيت نفسي ان انا مش عايزه اعمل الاعمال ديت، عايزه قلبي يبقى صافي كده وما بشيلش من حد، مش عايزه ابقى شايل من حد، مش عايزه ابقى كاره حد. تلاقي ربنا بدأ يخليك ما تتضايقش من الناس اللي حواليك حتى لو هما بيضايقوك، ما تكرهش الناس اللي حواليك حتى لو هما يستاهلوا كده، آه، قلبك صافي. دي برضو من العلامات ان ربنا بيحبك وان انت بني ادم صالح. خامس حاجة الابتلاء، الابتلاء دي من الحاجات برضو الحلوة على فكرة مش الوحشة. ازاي؟ مش معنى ان ربنا يبتلينا ان هو بيكرهنا، او مش معنى ان ربنا يبتلينا ان انا بني ادم وحش، وان انا ربنا يبتليني على طول علشان هو غضبان عليا، لا، اكترية الناس اللي كانت مبتلية الانبياء والصالحين، فالابتلاءات دي ساعات بتبقى خير وساعات بترجعنا عن طريق الغلط، يعني ساعات ربنا يبتليني وانا بكون بعمل حاجة غلط او حاجة ماشي في سكة مش تمام، ويجي لي ابتلاء كده من عند ربنا سبحانه وتعالى اغير طريقي واغير نظرتي للحياة، والاقي نفسي مشيت في سكة تانية خالص. فساعات الابتلاءات دي بتبقى خير، واللي ربنا بيبتليه ده بيبقى بيحبه. فساعات فالابتلاءات كلها مش وحشة، ومش معنى كده ان انا بني ادم وحش وربنا ما بيحبنيش عشان كده مبتليني على طول. ده بالعكس، ده انت كده من الصالحين، وربنا بيبتليك علشان هو ليه حكمة في كده وعايزك تمشي في الطريق الصح، وساعات فعلا الابتلاءات بتبقى هي الطريق الصح.